احنا خسرنا نص العملاء بتاعتنا الشهر اللي فات، وكان بارادتنا كمان. عارفين احنا معانا داتا كام عميل مهتم يشتغل معانا في اسكندريه؟ بس معانا اكتر من 400. عارفين احنا شغالين مع كام بس دلوقتي؟ 10. طب يا ترى ده عشان احنا ما بنعرفش نبيع مثلا؟ الحقيقه انه لا، احنا الشهر اللي فات ده كان معانا من 22 لحوالي 25 عميل، كلهم شغالين معانا في نفس الوقت. ولكن شيت الحسابات كان في حاجه غريبه، العملاء كان في منهم بيدفع 2500 جنيه وفي منهم بيدفع 20000 جنيه، وده في الحقيقه سبب لنا مشكله كبيره، خلى التيم متلخبط ما بين مليون دايركشن، وفي تاسكات كتيره جدا ومش عارفين ان احنا نهندل الفوضى دي كلها ازاي. ودخل الشركه في الوقت ده مع الارقام دي كان لا يسمح ان احنا نزود عماله تخلينا نغطي الدنيا ديت، لان احنا قعدنا 3 شهور ورا بعض بنبريك ايفن بس اصلا. فالحل كان بسيط، فلترنا العملاء. هتقول لي ازاي؟ انت مش كده بتخسر فلوس؟ اقول لك لا، احنا اكيد انصح من كده. احنا اول حاجه عملناها حطينا كرايتيريا للعملاء اللي احنا هنبقى عايزين نشتغل معاه في الفتره الجايه، وبعد ما حطينا الكرايتيريا ديت اخترنا 4 بس يكونوا شغالين معانا مناسبين مع الكرايتيريا دي. وفلتره العملاء بقى سالنا فيها نفسنا سؤال واحد بس: هل وجود العميل ده بيقربنا اكتر للاهداف بتاعتنا ولا لا؟ وطبعا اجابه السؤال ده بتوضح كل حاجه. طب ايه النتيجه النهائيه بقى بعد الكلام ده؟ دخل الايجنسي يعتبر ما تاثرش خالص. صحيح احنا نزلنا من 22 عميل ل 9 عملاء، ولكن الضغط على التيم قل جدا، وبقى في ستراكشر معين احنا شغالين عليه، ونعتبر بنقدم نفس الخدمه لكل ال10 عملاء اللي موجودين عندنا. يا سيدي ده حتى تحصيلات الكاش بتاعتنا بقت اكتر بعد ما عملنا كده. بحكي لكم ده ليه؟ عشان انت كمان تقدر تعمل كده في البيزنس بتاعك، تحدد كويس انت عايز تشتغل مع مين هو العميل اللي لما بيجي لك ما بيعملكش وجع دماغ، بيدفع لك كويس، وانت بتقدر تقدم له الخدمه بتاعتك على اكمل وجه. فانت لازم تقعد مع نفسك ويكون عندك حد معين قوي كده هو اللي انت بتقدم له السيرفيس بتاعتك مرسومه علشانه بالظبط. وبعد ما تعمل كده هتقدر ان انت بكل بساطه ترفع السعر بتاعت الخدمه بتاعتك. عشان على سبيل المثال انا النهارده لو بقدم الخدمه بتاعتي لعامه الشعب، يعني مثلا لو انت دكتور عظام اكيد سعر الكشف بتاعك هيكون اقل من دكتور عظام تخصص غضروف بس. صحيح هو بيبيع لناس اقل اللي هي الناس بتاعت الغضروف، بس الناس ديت هو بيعالج لهم مشكله معينه وواضحه، فبيقدر ان هو يخلي سعر الكشف اغلى عليهم. في النتيجه هو بيستفاد بوقته اكتر ما انت بتستفاد بوقتك. فبس كده، وانت بتعمل البيزنس بتاعك كده وبتحط البلان بتاعتك وكل حاجه، حاول تبقى دكتور عظام تخصص حاجه معينه قوي علشان تقدر ان انت ترفع السعر بتاعك والناس تحس ان هو فاليد ومنطقي، وانت في نفس الوقت تبقى بتكسب فلوس اكتر وبتستفيد وقتك اكتر.